تخيل ان في موقف حصل لك من 10 سنين وانت فاكر كل حاجة فيه. فاكر كان عمرك قد ايه وكان فين وكان الساعة كام. في نفس الوقت بتنسى جواك امبارح. طب ازاي مخك قدر يحتفظ بذكريات من سنين ومش فاكر انت اكلت امبارح؟ الاغرب بقى ان كتير مننا متخيل ان الذاكرة دي زي الدرج جوه المخ، تروح تفتحه وتطلع الذكرى زي الملف. بس الحقيقة مختلفة تماما. في الفيديو ده هتعرف ازاي الذكريات بتتحفظ جوه المخ. خلينا نبدأ بأبسط سؤال، يعني ايه الذاكرة اصلا؟ الذاكرة عاملة زي الشركة بالظبط، مناطق كتيرة في مخك بتشتغل مع بعض ورديات عشان تلم المعلومة وتخزنها، والأهم إنها تعرف تجيبها تاني وقت العوز. طب احنا بنحتاج الذاكرة دي في ايه؟ أهمية الذاكرة مش بس بتتشكل إن هي اللي مخليك عارف بيتك من غير ما تتوه، ده كمان الذاكرة هي اللي بتحميك من غلطاتك اللي قبل كده، ودي بنسميها الذاكرة المنطقية، وهي إنك بتفتكر غلطاتك اللي فاتت. من غير الذاكرة دي كنا هنكرر نفس الغلطات كل يوم. عشان كده الذاكرة بتنقسم إلى 3 محطات. أول ما المخ يستقبل المعلومات بتعدي في الأول على المحطة الأولى، واللي هي الذاكرة الحسية. طب دي بتشتغل إزاي؟ تخيل إنك ماشي في الشارع وفاتح كاميرا موبايلك. الكاميرا شايفة كل حاجة، العربيات والمحلات والناس، بس انت لسه مسجلتش. دي الذاكرة الحسية، هي أول محطة بتستقبل كل حاجة من حواسك الخمسة، بتاخد لقطة كاملة للمشهد. بس اللقطة دي عمرها قصير جدا، وظيفتها انها تديك فرصة تفهم اللي بيحصل حواليك قبل ما الصورة تختفي. بعدها بتودينا للمحطة التانية، وهي الذاكرة قصيرة المدى، ودي بقى ممكن نسميها رمات المخ. هي موجودة ورا الجبهة على طول في الفص الجبهي، عاملة بالظبط زي وانت قاعد على المكتب وقدامك سبورة صغيرة بتكتب عليها الحاجات اللي انت شغال عليها دلوقتي. بس السبورة دي مساحتها صغيرة جدا، ومجرد ما بتخلص اللي بتكتبه بتمسحه عشان تكتب غيره. العلماء حسبوها لقى انها بتشيل من 5 ل7 حاجات بالكتير، والمدة ما تزيدش عن 30 ثانية، زي كود الاوتو بي بالظبط اللي بيجيلك في الرسالة، يدوب تلحق تقراه وتكتبه. تتشكل أهميتها في إن هي اللي بتقولك ركز على اللي بيحصل حواليك، وكمان هي اللي بتاخد المعلومات الجديدة تربطها بالذكريات القديمة. زي أول ما بتشوف شخص في الشارع وتجري هي تدور في الذكريات القديمة وتقولك ده صاحبك اللي كان معاك في ابتدائي. عاملة بالظبط زي الكوبري اللي بيربط بين الحواس اللي بره اللي هي الذاكرة الحسية، وبين المخازن اللي جوه دماغك اللي هي المرحلة التالتة، وهي الذاكرة طويلة المدى. وصلنا بقى للمحطة التالتة. لو الذاكرة قصيرة المدى كانت سبورة صغيرة بتتمسح كل شوية، فالذاكرة دي عبارة عن المخزن الكبير اللي ملوش نهاية. مخك يقدر يشيل معلومات وتجارب ولغات وذكريات تكفيه يعيش 100 سنة قدام. بتتشكل الذاكرة دي في إنها بتاخد المعلومات المهمة من الذاكرة قصيرة المدى وتقوم عاملة لها تثبيت وحطها عندها. عشان كده لما حد يسألك كنت ساكن فين وانت صغير، فانت بتجاوب على طول لأنها محفورة أصلا في الذاكرة دي. الذاكرة دي موجودة في جزء من المخ اسمه الحصية، والذاكرة فيها بتنقسم إلى قسمين، في منها الذاكرة الصريحة والذاكرة الضمنية. الذاكرة الصريحة دي اللي بتحفظ فيها المعلومات اللي تقدر تحكيها بلسانك، عشان كده سموها صريحة. زي لما تحكي لصاحبك عن رحلتك لاسكندرية، هي دي الذاكرة اللي بنستخدمها في الامتحانات وفي الحكايات. الذاكرة الضمنية دي المهارات والعادات اللي جسمك حفظها وبقيت تعملها من غير تفكير، زي سواقة العربية أو السباحة. عشان مخك يعمل ذكرى واحدة بس لازم تمر المعلومة على 4 مراحل ورا بعض. أول مرحلة هي التجميع، وانت ماشي حواسك عمالة تلم معلومات من البيئة زي المغناطيس، سواء كانت صورة أو صوت أو حرارة. بعدين بتروح لتاني مرحلة وهي الترجمة، وهي ان مخك مش بيفهم صوت العربيات ولا الدوشة اللي في الشارع زي ما هي كده، فلازم يترجمهم للغة بتاعته عشان يعرف يخزنها. عامل زي ما بتكون معاك دولارات وعايز تصرفهم في مصر، فلازم الأول تغير العملة عشان تعرف تتعامل بيها. وبعدين بنوصل لتالت مرحلة هي التخزين. بعد ما ترجمنا المعلومة لازم نحطها في مكانها الصح، لأن مخك بياخد الشفرة دي ويرتبها في الأرفف المظبوطة عشان لما يحتاج يرجع لها، ودي هي المرحلة الرابعة، يرجع لها بكل سهولة. بعد ما عرفت ازاي الذكريات بتتحفظ في دماغك، دول أهم 6 نصائح لتقوية ذاكرتك. أول نصيحة النوم الجيد. نام كويس عشان ده الوقت اللي مخك بيعمل فيه حفظ لكل المعلومات، وده أنا عملتله فيديو مخصوص عن أهمية النوم. تاني نصيحة الرياضة. العب رياضة أو حتى تمشي، الدم لما بيجري في جسمك بيوصل لمخك ويعلي تركيزك. تالت نصيحة حاول تقرأ كتب أو لو حتى ربع ساعة، أو تعلم لك مهارة جديدة، لأن مخك لما فضلش بيتعلم هيموت. رابع نصيحة حاول تقضي وقت مع أصحابك أو أهلك، لأن ده بيمنع التوتر والاكتئاب، لأن دول لهم دور كبير في فقدان الذاكرة. خامس نصيحة
رتب حياتك أو اكتب مواعيدك وبلاش تعمل 7 حاجات في وقت واحد. سادس نصيحة والأخيرة، الأكل الصحي ليه دور كبير في صحة الدماغ وتقوية الذاكرة. دلوقتي جه دورك، عايزك تعترف لي في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتنساها دايما وبتعمل لك مشاكل. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل اللايك واشتراك في القناة. أشوفكم الحلقة الجاية.